قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والسماع الذي أمر الله عز وجل به هو سماع القرآن، سماع الوحي، وسماع ما نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت أداة المعاندين والصادين عن سماع الحق أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. واللغو إنما هو التشويش بأي أداة من أداة التشويش، كما قص علينا القرآن الكريم وأرشدتنا إلى هذا السنة المباركة، حتى إن المشركين جعلوا من طقوسهم في الطواف حول البيت أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه ويحدثون أصواتا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ولكن المسلم هو الذي يستمع وينصت إذا قرئ القرآن، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.